إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من منطقة العين الحصن، يعني اللي كتوجد على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة تطوان وطنجة. بطبيعة الحال في هذه المنطقة فهي كتوجد بإقليم تطوان، وكما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوف تيفي، فبعد أمطار الخير فهكذا تبدو يعني الأراضي الشاسعة، فهي كلها خضرة كلها ربيع بطبيعة الحال. فالفلاحين فهم فرحانين بهذا التساقطات المطرية الأخيرة متتبعي قناة شوف تيفي كما كتتابعوا معنا من خلال هذا المباشر. فالحمد لله على هذا أمطار الخير، نشكر الله عز وجل على هذه أمطار الخير التي انتظرناها طويلا. بطبيعة الحال فيعني من المتوقع سقوط أمطار الخير هنا بمدينة تطوان وبضواحيها، وللإشارة فمدينة تطوان الآن تشهد يعني تساقطات مطرية مهمة. فالحمد لله على هذه أمطار الخير. كما كتشاهدوا يعني السحب يعني فهي متراكمة بشكل كثيف فوق سماء مدينة تطوان والضواحي. هذه هي الطبيعة الجميلة هنا بعين الحصن بمدينة تطوان كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شفتي. كما قلنا متتبعي قناة شفتي من بعد يعني أمطار الخير اللي شهدتها مدينة تطوان والضواحي ديالها، فالحمد لله فالأرض كلها خضرة بطبيعة الحال. فالفلاحين حتى هما يعني فرحانين بالتساقطات المطرية الأخيرة متتبعي قناة شفتي. إذا بقاو معنا من خلال هذا البث المباشر باش نقربكم شوفوا هذه الطبيعة الجميلة هنا بمدينة تطوان متتبعي قناة شفتي. أجواء جميلة، أجواء رائعة خصوصا مع هذه السحب. ومن المتوقع كما قلنا أن أمطار الخير أنها تساقط، فالحمد لله والشكر لله على أمطار الخير. وكما كتشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر فهكذا تبدو منطقة عين الحصن متتبعي قناة شوف تيفي. نتمنوا إن شاء الله من الله عز وجل أنه يزيد يرحمنا بأمطار الخير. كما كتشاهدوا هذه البساتين مجموعة من الفلاحين فهم بداوا يعني أنهم يحرثوا الأرض ديالهم يقلبوها، فالحمد لله على نعمة المطر بطبيعة الحال. فالأراضي يعني كلها خضرة ولله الحمد. المتتبعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر فاحنا كنتواجدوا بمنطقة عين الحصن القريبة من مدينة تطوان، وحاولنا أننا من خلال هذا المباشر باش نقربكم يعني بعد التساقطات المطرية المهمة وتساقط الثلوج وكذلك موجة البرد القارس اللي كتشهدها مدينة تطوان والنواحي، أننا نقربكم أكثر يعني كيف ولات يعني الطبيعة والأراضي الفلاحية يعني في ضواحي مدينة تطوان. هذه الصورة أمامكم. فالحمد لله يعني الأراضي كلها ربيع وخضرة خلال هذه المرحلة، كما أن مجموعة من الفلاحين فهم بداوا يعني كيحرثوا الأراضي ديالهم استعدادا لموسم فلاحي بامتياز إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. والإشارة فجهة طنجة تطوان الحسيمة يعني من ناحية ديال زراعة الفلاحة فهي المؤشرات ديالها فهي تقدمت، نتمنى إن شاء الله أنها تزيد يعني تقدم، وكذلك المساحات المزروعة أنها تزيد إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. كما قلنا متتبعي قناة شوف تيفي هذه الأجواء هنا مباشرة من منطقة عين الحصن كما كتشاهدوا. فالحمد لله فيعني خضرة وربيع، يعني هذا الربيع إن شاء الله فصل الربيع غادي تكون الخضرة أكثر إن شاء الله، غادي يكون الزهور والورود ومجموعة من النباتات اللي يعني غادي تنبت بفعل التساقطات المطرية. وكنهضروا على منطقة يعني عين الحصن فحنا كنهضروا على مجموعة من النباتات الطبية اللي كتوجد بهذه المنطقة، واللي كيتم الاستعمال ديالها في الموائد خصوصا الزعتر وفليو
يعني مجموعة من النباتات الطبية اللي كتستعمل كدواء وكذلك في المطبخ المغربي. إذا كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في، هذه المنظر الجميل والرائع كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر. فالحمد لله على نعمة المطر، نحمد الله عز وجل كثيرا على نعمة المطر التي أنعم الله علينا بها. كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في، هذه الخضرة كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في. فالحمد لله على نعمة المطر بطبيعة الحال. ففي هذه اللحظات فكاين يعني قطرات خفيفة من المطر تتساقط الآن على منطقة عين الحصن اللي كنتواجدوا فيها متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في. يعني منظر جميل، منظر رائع. حنا كنشاهدوا يعني هذا شروق الشمس وهذه الخضرة التي تملأ المكان، وكذلك مجموعة من يعني الفلاحين فهو بداو كيحرثوا الأراضي ديالهم يعني باش يزرعوا المزروعات ديالهم. فالحمد لله والشكر لله على هذه النعمة. المتتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير، صباح النور عليكم جميعا. ونتمنى المتتبعي قناة شوف تي في لازلنا في هذا البث المباشر. فاحنا كنتواجدوا بإحدى الغابات هنا على مستوى منطقة عين الحصن. كما كتشاهدوا فبعد التساقطات المطرية المهمة اللي شهدتها المدينة، مدينة تطوان والضواحي ديالها، فكما كتشاهدوا من خلال هذه الصور يعني الربيع والخضرة فهي تملأ المكان. متتبعي قناة شوف تي في، الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم علينا بها الله عز وجل. كما كتشاهدوا فبعد أمطار الخير ولله الحمد. فالخضرة والربيع والخيرات فهي بانت كما كتشاهدوا. كذلك الفلاحين فهم فرحانين بعد أمطار الخير، يعني وبداو أنهم يحرثوا الأراضي ديالهم باش إن شاء الله الإنتاج يكون وفير هاد السنة، خصوصا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيبة، اللي يعني المساحات المزروعة فهي في كل سنة فهي في تزايد مستمر. وهذا ما نتمناه يعني أن الخير يعم جميع أقاليم ومدن المملكة المغربية. والإشارة يعني فمنذ يوم أمس، يعني مساء يوم أمس، وأمطار الخير تتساقط هنا على مدينة تطوان وبضواحي مدينة تطوان. وطيلة هذه الليلة أيضا يعني ليلة الأحد الاثنين فكانت تساقطات مطرية مهمة. والآن يعني مدينة تطوان كتشهد يعني تساقطات مطرية غزيرة. نتمنى من الله عز وجل أن الأمطار ما تسببش أي خسائر مادية وبشرية. حنا كنتواجدوا بمنطقة عين الحصن، المنطقة التي توجد بين الطريق الوطنية اللي كتربط بين مدينة تطوان ومدينة طنجة، وهي يعني قريبة مدينة تطوان، توجد بضواحي مدينة تطوان. هذه المنطقة يعني أكيد ما كاينش شي واحد اللي سافر لمدينة تطوان وما توقفش يعني في عين الحصن باش أنه يتغدى، ياخذ وجبة الغداء أو العشاء
او الفطور. كاين مجموعه ديال المطاعم هنا معروفه بهم منطقه عين الحصن، وكذلك فهي معروفه بالمنتجات الفلاحيه ديالها، خصوصا اللي كنقولوا نحن البقوله، وايضا بانتاج يعني الجبن، يعني اللي كنوجدوها كيتباع في هذه الطريقه هذه من طرف بعض القرويات اللي عندهم مجموعه ديال التعاونيات. وكذلك مشهوره بالجمار وباقي يعني الفواكه، الكرموس الهندي، يعني الإشارة فالهندية، الفاكهة ديال الهندية فهي تأثرت بسبب يعني واحد الحشرة اللي قضات عليها هنا بشمال المملكة على الخصوص. والآن يعني بدات شوية يعني هاد الفاكهة ديال الهندية بعض المناطق بدات كتعافى شوية. إذا المتتبع قناة شوف تيفي، كما قلنا هذه الأجواء هنا مباشرة من عين الحصن، يعني بعد التساقطات المطرية المهمة اللي شهدتها المنطقة. فالحمد لله فالربيع بدا كينبت والدنيا يعني تخضرت، يعني كاين الخضرة الحمد لله، يعني منظر جميل كما كتشاهدوا. هذه الأرضية يعني مجموعة من النباتات فهي نمات ولله الحمد بعد التساقطات المطرية الأخيرة المهمة اللي عرفتها مدينة تطوان. متتبعي قناة شوف تيفي، وكذلك مجموعة من المدن والأقاليم ديال المملكة والإشارة فكاين اليوم برد قارس هنا بمدينة تطوان. كنا نأمل يعني التساقطات المطرية أنها اللي تساقطت أنها يعني البرد شوية ينزل، ولكن البرد باقي هنا بمدينة تطوان. فالحمد لله عندنا جوج ديال الزائرين هذه الموجة ديال البرد القارس وكذلك أمطار الخير. فمن بعد ما كانوا 3 ديال الزوار مدينة تطوان، يعني زارنا الثلج، يعني اللون الأبيض اللي مدة ما شفناش، واللي تساقط على مستوى قمم جبال غرغيز من منطقة الإذاعة. ف يعني الحمد لله. وكذلك الزائر ديال المطر وموجة البرد القارس، الحمد لله كاين باقي المطر، وكذلك بهذه الموجة ديال البرد القارس طبيعة الحال. فكل جو عنده اكيد ايجابيات ديالو. متتبعي قناه شوف تيفي، اذا كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناه شوف تيفي من خلال هذا المباشر، فالحمد لله هكذا تبدو ضواحي مدينه تطوان بعد التساقطات المطريه الاخيره، فكلها خضره يعني الحمد لله. فالربيع نبت، وكذلك مجموعه من الاعشاب الطبيه اللي كتستعمل سواء يعني في معالجه بعض الأمراض أو كذلك تستعمل في المطبخ المغربي والمطبخ التطواني خاصة. فأكيد أن التساقطات المطرية فهي غادي تساهم في نموها، على الخصوص الزعتر أو السحتر الذي ينمو في هذه الأحراش اللي موجودة بمدينة ضواحي مدينة تطوان بكثرة، وكذلك يعني فليو باقي يعني مينتا يعني مجموعة من الأعشاب الطبية اللي معروفة هنا بجهة الشمال. للمتتبعين قناة شوف تيفي نزلنا في هذا البث المباشر باش نقول الأجواء هنا مباشرة من منطقة عين الحصن. هذه الأجواء كما كتشاهدوا يعني بعد التساقطات المطرية الأخيرة المهمة اللي شهدتها مدينة تطوان والضواحي ديالها. فهكذا تبدو ضواحي مدينة تطوان كلها خضرة، فالحمد لله على نعمة المطر. نزيدو نتوغلو شوية شوفوا يعني الخضرة يعني صراحة أمطار الخير فهي ساهمت بشكل كبير ولله الحمد، يعني في مجموعة من النباتات باش تبان هاد الصورة كما كتشوفوا أمامكم. يعني الحمد لله والشكر لله على نعمة أمطار الخير. متتبعي ومتتبعات قناة شوف تيفي، نحمد الله عز وجل على هذه الأمطار المهمة اللي تساقطت، والنتيجة هي هذه أمامكم كما كتشاهدوا. يعني الخضرة والربيع فهو يملأ المكان. فالحمد لله على نعمة المطر. وللإشارة فكاين طقس بارد هنا بضواحي مدينة تطوان،
يعني المتوقع يعني تا هذه المنطقة أنها تشهد يعني تساقطات مطرية مهمة، خصوصا وأن مدينة تطوان في هذا الأثناء فهي كتشهد يعني تساقطات مطرية مهمة. فالحمد لله والشكر لله على هذه أمطار الخير. فنتمنى إن شاء الله أن هذه أمطار الخير أنها تكون فعل خير على المغرب برمته إن شاء الله. هذه الأجواء بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي شهدتها مدينة تطوان. متتبعي قناة شوف تي في. فالحمد لله والشكر لله على هذه أمطار الخير كما قلنا. يعني صراحة هذه الخضرة يعني منظر جميل، خصوصا يعني على مرأى من أعيننا مجموعة من الفدادين، فهي تم الحرث ديالها، ونتمنى إن شاء الله أن الإنتاج هذا العام أنه يكون وفير إن شاء الله. هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. ابقوا معنا متتبعي قناة شوف تي في باش نحاولوا أننا ننقل لكم أكثر، يعني باش تشوفوا يعني هاد الفدادين اللي يعني الفلاحين يعني بعد التساقطات المطرية المهمة اللي شهدتها المدينة، فهو ولله الحمد كما قلنا فهما يعني كما كتشاهدوا من خلال هاد الصور التي تأتيكم. فالحمد لله فمجموعة من الأراضي فهي يعني الفلاحين فهم بداو يعني كيحرثوها استعدادا لهذا الموسم الفلاحي اللي غادي يكون موسم يعني فيه إنتاج وفير إن شاء الله، وهذا ما نتمنى. المتتبعين قناة شوف تي في، نتمنى أن نكون وفقنا في هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.